بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. بناتي واخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كلمتين من القلب، والنهارده قصة عزيزة جدا جدا على قلبي، لأنها قصة الإمام مالك ابن أنس، أو قصة الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه. أبو الإمام مالك أنس كان تزوج فتاة اللي هي الإمام مالك، وبعدين أول ما جه يدخل بيها هي كانت بسيطة في الجمال، فطبعا أول ما جه يبص لها لقاها مش حلوة، فطبعا بص الناحية التانية. وطبعا انتوا عارفين زمان كان الرجال ما بيشوفوش العروسة غير يوم الزفاف، هو كان بيخطب من قبيلة غير قبيلته، وفي نفس الوقت كان بيخطب عيلة أو رجال أو حسب أو نسب، فهو ورزقه بقى. فلما دخل بيها لقاها مش على قدر عالي من الجمال، أو كانت متوسطة في الجمال، أو كانت يعني على قدر بسيط من الجمال. المهم فبص الناحية التانية وما دخلش بيها، قعد يوم 2 3، فهي راحت قالت له: يا أنس، لعل الخير يكمن في الشر، لعل الخير يكمن في الشر. فكانت مفوهة، وده جذب انتباهه ليها، فهو دخل بيها وتزوجها وعاشرها معاشرة الأزواج، لكن ما عادش معاها فترة وسافر وساب البلد وسابها. وإذ يشاء السميع العليم إن بعد المعاشرة الزوجية ديت كانت حملت في سيدنا مالك ابن أنس. أبوه سافر، ما عادش كتير، قعد 20 سنة ورجع تاني مكة، فإذا بيه يدخل المسجد عشان يصلي، فيلاقي شاب مفوه فقيه هو اللي بيلقي خطبة الجمعة. فبعد ما نزل من على المنبر وبعد ما خلصت الصلاة سأل: مين ده؟ قالوا له: ده مالك ابن أنس. فطبعا عرف إن هو ابنه، ففرح بيه فرحة كبيرة جدا، وراح بعد ما مشيوا المصلين راح اتقرب منه وقال له: أنا عايز أشوف والدتك وأسلم عليها. فطبعا الإمام مالك استغرب، بس طبعا لقاه راجل كبير، ف يعني أخده لغاية البيت ودخل، قال له: بعد إذنك هستأذن والدتي. دخل قال لوالدته: في راجل فبيقول له: قول لها لعل الخير يكمن في الشر. فطبعا زاد استغرابه أكتر، لكن لما دخل على والدته قال لها: في راجل معايا بيقول لي إن هو عايز يشوفك، وبيقول لك بأمارة العبارة لعل الخير يكمن في الشر. فقالت له: ده أبوك رجع من السفر، ودخله وأكرمه. ففعلا دخله، فرح بيه وحضنه وسلم عليه وأكرمه ودخله البيت. فهي ديت الزوجة الصالحة، ما قالتلوش ابوك طفش وساب لنا البيت، ما قالتلوش ابوك وحش، ابوك راجل ظالم، ابوك سابني، ابوك باعني، ابوك ابوك ابوك. لا بالعكس، هي من هو طفل قالت له: ابوك سافر عشان خاطري انا وانت. مرت السنين وهي اجتهدت في تربية الامام مالك واحسنت تربيته، وكانت نعمة الام ليه ونعمة المربية ليه، هي اللي وجهته لتعلم الفقه. هو كان الإمام مالك في البداية كان بيحب الغناء وكان عايز يتوجه للغناء، لكن هي رفضت، قالت له: لا، توجه للفقه وتوجه للدين. وكانت دايما الداعم ودايما المحفز للإمام مالك، ربنا يؤجرها عنه خير الجزاء ويؤجرها عننا خير الجزاء. الإمام مالك بن أنس هو واحد من صاحب هو إمام عظيم، وواحد من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة. عايزة أقول لكم لعل الخير يكمن في الشر. أوقات كتيرة جدا بنشوف بنات وسيدات على قدر بسيط من الجمال، لكن عايزة أقول لكم هم أفضل كتير جدا جدا من بنات جميلات. دايما دايما وأبدا ما نحكمش على الناس بمظهرها الخارجي، لعل الخير يكمن في الشر. اوقات كتيره جدا بنبص نلاقي بنت متوسطه في الجمال لكنها شاطره مؤدبه محترمه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، في بيتها ملء السمع والبصر، اخلاقها عاليه جدا، مش كل حاجه الجمال. وفي بنات جميلات ما شاء الله لا قوه الا بالله من ملء السمع والبصر. لكن دايما عايزه اقول لكم، انا كنت عملت فيديو قبل كده كنت بقول لكم فيها في الفيديو دوت: خد الاصيله ولو ملفوفه بحصيره. فعلا
إن الراجل يدور على البنت أو بكرة وبعده تبقى الزوجة والأم لأولاده اللي هي فيها الخير والبركة، أفضل مليون ألف مرة من الجمال الخارجي، وتربي الولاد مكسورة قلوبهم أو حاسين بشيء مش حلو من ناحية أبوهم. لعل الخير يكمن في الشر. خد الأصيلة ولو ملفوفة بحصيرة. لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزواج قال تنكح المرأة الأربع: مالها وحسبها ونسبها ودينها وجمالها، فاصفر بذات الدين، فاصفر بذات الدين تربت يديك. أهم حاجة في اختيار الزوجة الدين هو اللي هيفضل معاك. الجمال سواء الست جميلة أو متوسطة في الجمال عينك هتتعود عليها. لو هي ذات حسب ونسب وفيها بعض العيوب ممكن تسيبها، لكن اللي هيفضل معاك الدين، هو اللي هيكمل معاك وهو اللي هيكمل مع ولادك وهو اللي هتشوف فيه النعمة وهو اللي هتشوف فيه الخير. لعل الخير يكمن في الشر. مش كل ست جميلة فهي جميلة وطبعها جميل، ومش كل ست متوسطة في الجمال أو قبيحة فهي دميمة وطبعها وحش. بالعكس، أوقات جدا سبحان الله بنقعد مع ناس متوسطة في الجمال وبنحس إن روحهم جميلة جدا، بياخدونا كده، يعني بتحس كده إن هم ملكوا القعدة بجمالها، بجمال روحها، بأسلوبها في الكلام، بطريقتها، بدينها، بتربيتها. بتحس إن أنت كل يوم بتكتشف فيها حاجة جديدة، بتحس إن أنت كل يوم حبك ليها بيزيد، غير اللي أنت بتاخدها الشكل الخارجي جميلة جدا وبعد كده كل يوم بتحس ان انت بتبعد عنها، او بتحس ان الجمال ده مجرد قشرة خارجية لكن جواها مش خير، شر. لعل الخير يكمن في الشر. كلمتين من القلب. ما نحكمش على الناس بمظهرهم الخارجي بالشكل، لان اوقات كتيرة جدا 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 بتبقى البنت او الانسان المتوسط في الجمال بيكون على قدر عالي جدا جدا من الدين وعلى قدر عالي جدا جدا من الخلق. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.